اليوم بالنظر لفرنسا اللي وصلت 6 مرات، 4 مرات الأرجنتين، كرواتيا هذه المرة الثانية، اليوم أولوية أيضا للمغرب. هذه الأرقام ماذا تعني في واقع اليوم؟ حتى شيء، لا علاقة. الأرقام موجودة لتكسر، الأرقام موجودة لأنه التاريخ يتغير، ما هي مجرد أرقام، ولكن الحقيقة والواقع هو متاع اليوم. أنا نقرأ قبيلة في تصريح مودريتش، تصريح فعلا يعطي فكرة على الناس كيفاش كانت تفكر في المغرب. يقول مودريتش بعد المقابلة الأولى ضد المغرب: وتعثرنا ولم ننتصر في تلك المقابلة، كان فضيحة في كرواتيا. قالوا لنا ايش ماشيين تعملوا في المونديال؟ انتم المغرب اضعف فريق في المجموعة، ما قدرتوش تفوزوا عليه، روحوا. قال هاول التاريخ وراكم المغرب وين وصل. المغرب راهو صعيب اللعب معاه. اعطيك العبارة باش نكون معناها بالضبط. قال المغرب ان جو كومبليكي، صعيب تلعب معاه المغرب، ما تنجموش. هذه الملاحظة الأولى على الأرقام. الملاحظة الثانية، المغرب لأول مرة، إن شاء الله ماهيش لآخر مرة، ولكن لأول مرة تنجم تكون صايبة. المغرب اللي عملوا معانا في كأس العالم هذه راهو غير عادي، عملوا معانا كعرب كمتابعين. رانا كؤوس العالم يا عبدو، كؤوس العالم كنا نتفرجوا فيها ونشاهدوها كمتفرجين. بلدان تجي تعمل دورة تلعب 3 مقابلات مش تروح، ومن بعد نوليو في كل عائلة في كل حومة انت برازيلي انت فرنساوي انت المرة هذه لا، تغيرت. ما عادش نتابعوا كأس العالم كمتفرجين، ولينا كفاعلين، ولينا كمتحمسين، ولينا كترف. راهو اللي عملوا معانا المغرب راهو اعطاه نكهة اخرى لكأس العالم. الحكايه اللي نحن ما عادش نتفرجوا فيها بنفس الطريقه، ما عادش نتفرج فيها باش نعمل كاس شاي وكاس قهوه انا نتفرج اللي يربح صح عليه. لا، حكم مكسيكي. انا نذكر المكسيك عملت لنا مسلسل في تونس يرعب اسمه انا او لا احد، المغرب او لا احد. هكا ولينا نتفرجوا، هكا تقول له تو، هكا ولينا نتفرجوا بفضل المغرب. راهو مش عادي، راهو هذا مش انجاز، هذا اعجاز. راهو اللي عملوا المغرب خلانا ما عادش مجرد متفرجين على كاس العالم وانما مساهمين.